الموت علينا حق. مفيش أي حد يقدر ينكر الحقيقة الوجودية في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه، إن كل الكائنات الحية بتموت، وإن الحاجة الوحيدة المستحيلة في العالم كلها إن الميت يصحى تاني، إلا طبعا بقدرة الله عز وجل. في فيديو النهاردة هناقش ظاهرة غريبة جدا ومنتشرة قوي في الغرب، وليها أمثلة كتير وناس بتتكلم على الخلود أو فكرة دونت داي، إن أنت ما تموتش وتحاول توبتمايز يور لايف، تحسن جودة حياتك عشان تعيش كتير قوي، تحسن البيولوجيكال ايج، تحسن وظائف الاعضاء، ازاي ما توصلش للشيخوخة وتعيش للابد. الفيديو ده مهم قوي، غير تقليدي، فلازم تتفرج عليه للاخر. كده كده مش هطول. اول حاجة وهي البيولوجيكال ايج او العمر البيولوجي، ده عبارة عن العمر الحقيقي للخلايا بتاعتك واعضاء الجسم وقدرتها على الفانكشننج او التوظيف، الوظائف. البنكرياس يطلع انسولين، الكبد يطلع افرازات الهاضمه بتاعته، المعده وقدرتها على هضم الاكل، الامعاء وقدرتها على امتصاص العناصر الغذائيه من الاكل. كل دي حاجات العمر البيولوجي لاعضائك والخلايا بتاعتك بيحدده. ولكن في ناس نتيجه لجيناتها الخارقه او لاسلوب الحياه او اللايف ستايل بتاعها التحفه الجامد قوي قوي قوي، تقدر ان هي تطول شويه وتسترتش في العمر البيولوجي بتاعها. اشهر الناس دي طبعا كريستيانو رونالدو وكل السوبر والميجا اثليتس، الناس اللي هي اللايف ستايل بتاعها اليت، احسن اكل، احسن نوم، احسن تمرين، احسن جنس، احسن وضع نفسي ومادي واجتماعي وقبول وشهرة واحتراف، كل حاجة بتوجهه ان هو يكون انسان رائع. وده طبعا لا ينكر المجهود اللي الناس دي بتبذله، زي ليبرون جيمس، زي كريستيانو رونالدو، زي معظم الناس، حتى النجوم اللي بتقدر انها تحافظ على شبابها، سواء بتاخد هرمونات مثلا زي التي ار تي، تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، عشان تقدر ان هي تحافظ على نسبة هرمون الذكورة عندها وقدرتها وكفاءتها الجنسية والتحفيز بتاعها ومزاجها زي ايام ما كانوا شباب، او الناس اللي هي ما خدتش هرمونات ولا معتمدة على اي علاج او اي ادوية. فلازم نكون عارفين ان العمر البيولوجي ملوش علاقة بالعمر الميلادي. انت عندك 50 سنة 60 سنة ملوش علاقة، انت ممكن تكون 60 سنة وبشرتك حلوة ويعني وشكلك ممكن شاب اكتر مني وشعرك احلى وفورمتك كويسة، وفي حد تاني عنده 60 سنة مش قادر يفرد ظهره ومحتاج عكاز عشان يمشي. الحالة دي احنا بنشوفها كتير جدا. والظاهرة الاجتماعية المتعارف عليها، فكرة اللي هو انت وصلت 60 سنة خلاص انت بقيت راجل بركة وكحكيحة بقى، ويلا ايه اقعد بقى على جنب وخلاص كده انت طلعت معاش ما عادش ليك لازمة. لا، الناس بتعيش بال70 وبال80 سنة. بالادوية، يعني الادوية بصراحة ساهمت كتير جدا على الإطالة في عمر الإنسان وتصليح الآثار المدمرة اللي بتحصل سواء في الدي ان ايه او الار ان ايه بتاعك، او تعويض حاجات جسمك كان بيعملها زي الخصيتين ما عادتش شغالة فبتاخد تستيرون مثلا، شعرك بيتساقط بتاخد أدوية عشان يطلع، او بتعمل زراعة، بشرتك باظت بتحقن فيلر وبوتوكس وتكساس هي رسم الفكين، او ابتسامه غمازه الدقن، او سيليكون مثلا في الشفايف وهيلورونيك اسيد عشان كولاجين، عشان ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها دي ما تبانش، الكرمشه والحاجات دي. دايما كده الناس اللي هي كفت احتياجاتها من الاكل والشرب والجنس وحست بامتلاء ذاتي اللي هم المشاهير، يعني بيدوروا بقى على اللكجري بقى، المزاج. انا عايز اصغر نفسي، انا عايز احلق حلاقه غريبه، عايز اعمل تاتو، عايز ابقى مشهور. الحاجات دي بقى اللي انتوا بتشوفوها دي، طبعا الظاهره دي قديمه وموجوده في اوروبا وفي امريكا بقى لها فتره، ولكن هي بقت مستحدثه شويه، يعني ممكن بالنسبه لي انا ما كنتش متابعها قوي. وفي شخص معين كده يعني هنخص بالذكر، وهو براين جونسون. براين جونسون ده من اشهر الناس حاليا في البراند بتاع الخلود والعيش الى الابد، ان انت ما تموتش، وعامل كده بيرسونال براند اسمه دونت داي، ممكن تسرشوا عليه على جوجل. براين جونسون بيتكلم ان هو راجل بيصرف ملايين الدولارات، ملايين، انت سمعت صح، مش الافات مش مئات الالاف، ملايين، عشان يعمل سليب اوبتمايزيشن، ان هو يحسن جوده النوم بتاعته. ودايما بيعمل فيديوهات وريلز ويتكلم على فكره ان اللايف ستايل الحديث والراسماليه بتهاجم اللاوعي بتاع البشر، بوظ السليب روتين بتاعهم وبتخليهم يستيقظوا بوقت اطول عشان ماسكين الموبايلات وهكذا. اتكلم برضو على النيوتريشن اوبتمايزيشن، ان انت كل العناصر بكل الكالوريز المحسوبه الموزونه، تقعد تحنتف بقى وتاخد بروبايوتكس عشان البكتيريا النافعه في المعده، وتاخد مش عارف فيتامين بي 12 عشان الاعصاب ايه. بياخد كم كبير جدا جدا من الكبسولات المكلفه جدا والحاجات اللي ملهاش اي لازمه واللي ليها لازمه صراحة، يعني سيلينيوم بقى، زنك، مغنيسيوم، فيتامين بي 12، فيتامين سي، كرياتين، واي بروتين. وطبعا بيبيع مكملات، لازم مكملات دونت داي، خد المكمل بتاعه هتعيش للأبد، عارفين انتوا الجو ده. بيتكلم برضو على
انه عنده ادفانسد تكنولوجي، دايما بيطلع وهو لابس نظاره كده يعني بتقطع الضوء الازرق من التصفح يعني بتاع الموبايلات واللابتوبس وكده. بيقعد على الاشعه تحت الحمراء قبل ما ينام كتير، اللي هو الانفراريد ريز، عشان يقلل الاسترس ويقلل الكورتيزول افرازه هرمون التوتر. بيتكلم ان هو برضو بيلبس خوذه كده بتساعد في نمو الشعر والحفاظ عليه وان هو ما يتلفش على طول. طبعا لابس سمارت واتشز وحاجات ومجسات كده الكترونيه عشان تقيس بقى نبض القلب وكفاءه القلب والاجكشن فراكشن، او قدره البطين الايسر اللي هو الليفت فنتركل في القلب المسؤول عن ضخ الدم، وبيضخ دم قد ايه للاورطه، والاورده عامله ايه، وصحه وكفاءه الكلى والكلام ده كله. وعلى طول طبعا بيعمل تيستنج للبلاد بتاعه، وفي بعض الاشاعات بتقول ان هو اخد بعض البلازما من دم ابنه حقنها في نفسه عشان يصغر. حاجات بقى مجنونه يعني we are beyond normal دلوقتي فاهم؟ انت لو طلبت سندوتش بطاطس اكسترا موتزاريلا هتفلس وده راجل يعني بيصرف ملايين الدولارات عشان يصغر، عشان نفسه يبقى زيك. عنده 20 سنة وشاب. هو طبعا في الخمسينات حاليا، مواليد 1977، عنده يعني 48 سنة، يعتبر 50. نفسه يبقى زي الناس اللي عندها 20 سنة. ما اعرفش الصراحة ليه وايه المغزى من ده. هو بيبروموت او بيماركت لنفسه فكرة الستريس فري لايف، وان انا بسافر، لو ما سافرت بلد معينة جودة الهواء حسستني ان انا مش قادر مش عارف ايه، وكفاءة الرئتين عندي قلت لما شميت شوية تراب، كلام كده طبعا هكس في هكس. وهو بيحاول ان هو يبقى AI، فاهم يعني؟ هو الاي اي ممكن يكون في انتراكشن انساني اكتر منه. هتشوف صوره زمان وصورته دلوقتي، انا حاسس ان هو زمان كان بني ادم، دلوقتي بقى مسخ زومبي او فامباير. فامبايرز دايما هم اللي بيعيشوا في الاساطير، يعني ان هم بيعيشوا الاف السنين، ولما بيشوف الشمس مش عارف عينيه بتتكوى والهبل ده يعني. طيب احنا بقى يعني يا دكتور عطيه ايه يخصنا في ايه الراجل المليونير اللي عمال يروش على نفسه ده؟ لازم تكون فاهم حاجه. احنا كمسلمين كعرب كبشر موحدين بالله عارفين ان كل نفس ذائقه الموت. في القران الكريم سورة آل عمران الآية رقم 185 بتقول لك: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هتاخد أجرك وجزائك على أعمالك يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، اللي اتزحزح بس اتزق كده زقة، وأدخل الجنة، ودخل جنة ربنا يا رب كلنا جميعا، فقد فاز، كسب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا دي كلها عبارة عن غرور ومتع كده فانية، عبارة عن جنس، فلوس، تكنولوجي، سواء موبايل، عربية، طيارة، متاع الغرور. أفكرك كمان بحاجة غالبا كلكم عارفينها. حديث قدسي عن سيدنا جبريل عليه السلام بيقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، تجزى عليه. ثم قال: يا محمد شرف المؤمن قيامه الليل وعزة استغنائه عن الناس. أتمنى أكون قرأت الحديث القدسي صح. شرف المؤمن في قيام الليل، الركعتين اللي بتصليهم كده بينك وبين ربنا بعد صلاة العشاء في آخر ثلث من الليل قبل ما تنام، ده شرف ليك. بلس قدرتك على الاستغناء عن الناس. طبعا مش قصدي انك تبقى متوحد وعايش في جنب وانطوائي، لا، انك عزيز، مفيش حد لوي دراعك، انت عبد لله سبحانه وتعالى. انت هتموت، هتحاسب على كل شيء عملته، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد بيسجلوا كل حاجة. هتتحاسب على النفس، ولو حسناتك أكتر من سيئاتك هتخش الجنة، لو سيئاتك للأسف أكتر من حسناتك هتخش النار. بس بما إنك موحد بالله سبحانه وتعالى إن هو الإله الواحد ملوش شريك، هتتعذب في النار وبعد كده هتخش الجنة برضو بعد ما تدفع 8 سيئاتك. الموت علينا حق، مفيش حاجة اسمها دونت داي. والناس الملحدين زي براين جونسون وغيره يقول لك انا كريستيان وانا جيسس از كينج وبتاع. سيبك من الهكس ده. انت لو مؤمن بالله، سواء انت مسيحي او مسلم، تبقى مدرك ان في يوم قيامة، يوم هتحاسب عليه على كل افعالك، في يوم هترد فيه الحقوق، في يوم لن يظلم فيه اي كائن او اي انسان. وده المغزى من الحياه، ان هي ليها نهايه وهنتحاسب بقى على اللي احنا عشناه ده. انما انت لو فضلت عايش الى ما لا نهايه، ايه الملل ده يعني؟ الجنه طبعا هي جنه الخلد، ان شاء الله نخشها كلنا برحمه ربنا، ولكن مفيش فيها ملل.
مفيش فيها شبع، ودايما متعتها متجدده. لكن جنه الدنيا متاع الغرور. فالايديا كلها والفكره كلها بتاعت دونت داي، تعيش للابد، وانك توبتمايز يور لايف وتنام 8 ساعات وتجري لمده 30 دقيقه كل يوم وتاكل بالشوكه والسكينه وتوزن اكلك، وان انت تحسب الكالوريز لحد اخر يوم في عمرك، وان انت ما تخرجش في الشمس عشان اليو في اي واليو في بي الالترا فايولوت ريز هتوجع لك بشرتك فهيطلع لك حبايه فيحصل انفلاميشن التهاب. طب النجار والحداد المسلح وعامل النظافه والموظفين والسواقين والناس كلها اللي بتتبهدل دي عندك في امريكا وفي اوروبا وفي الوطن العربي في كل حته، ايه وضعه؟ كله بقى يقعد في بيته ويعمل سكين كير بتاعه. بنشوف العجب، بنشوف العجب الواحد طول ما هو عايش وهو بيشوف العجب. ده كان فيديو النهارده. قولوا لي ايه رايكم في فكره دونت داي. رايكم مهم وانا بشوف الكومنتس كلها وبرد عليها كلها. قولوا لي تحب اتكلم عن ايه تاني في الفيديوز اللي جايه. شكرا. 10000 مشترك اخيرا، بقينا 10000 سبسكرايبر. قالت فيت لايف بتكبر بيكم. انا مش انفلونسر ولا عمري سميت نفسي صانع محتوى، انا انسان، دكتور صيدلي مصري مسلم، انسان، ولا صانع محتوى ولا انفلونسر ولا عمري هتلاقوني طالع بقول لكم هاي جايز النهارده هقول لكم مش عارف ايه. مفيش الكلام ده. انا حقيقي زيك، هقفل الكاميرا واعيش حياتي عادي. لو شفتني في الشارع سلم عليا، هتكلم معاك زي ما انا بتكلم قدام الكاميرا كده. انا بعمل الكاميرا ان هي انسان اصلا بس كده. طولت قوي. اشوفكم في الفيديوهات الجايه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. سلام.